السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم غادي نعاود معاكم كيك الشوكولاتة بطريقة مبسطة وسهلة. كيكة الشوكولاتة اللي كتجي معلكة وطالعة غارقة في الشكلاط مع صوص الشوكولاتة اللي غنسقيها بها، كتجي لذيذة بزاف. قبل ما نشوفوا المقادير ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتشاركوا الفيديو مع أصدقاء ديالكم، ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو كاس ديال الحليب ما يعادل 120 ملي، غادي نحتاجو كاس إلا ربع ديال الزيت ما يعادل 100 ملي، كاس سكر سنيدة ما يعادل 160 غرام، 3 ساشي الكاكاو، ساشي ديال الفاني، وجوج ديال لي ساشي ونصف ديال خميرة الحلويات، وثلاثة البيضات، و300 غرام ديال الدقيق، وكيبقى دائما حسب الخليط. وفي الأخير معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان. غادي نخلي لكم مقادير كاملة في صندوق الوصف بالقياس بالغرامات وبقياس كاس العنبة. وبالنسبة لطريقة التحضير غادي نخدم أنا كلشي بالبغا ميكسور، تقدروا ديروا نتوما الخلاط الكهربائي العادي. غادي ناخد سكر سنيدة 160 غرام ديال سكر سنيدة مع 3 البيضات مع ساشي ديال الفاني. غادي نطحن مزيان حتى يطحن ليا داك السكر ويتجانس ليا البيض مع سنيدة. كيف كتشوفوا تيبدا الخليط كيبيض. وعاد غادي نزيد الزيت تدريجيا، كاس ديال الزيت تدريجيا، وانا كنطحن كنزيد وانا كنطحن بشويه بشويه حتى كيطلع ليا داك الخليط ديالي. غادي نطحنو حتى هو مزيان. وعاد غادي نزيد في الاخير كاس ديال الحليب حتى هو تدريجيا باش ما يهوتش ليا الخليط ديالي. ودائما كنستمر في الطحين، ما كنحبش. غادي نطحنو حتى هو مزيان. وعاد غادي نزيد معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نخلط الخليط ديالي مزيان، غنطحن الخليط ديالي مزيان. هذا هو القوام. غادي نزيد نصف ديال الكمية ديال الدقيق مع خميرة الحلويات 2 الأكياس ونصف مع الكاكاو 3 الأكياس. غادي نغربل بطبيعة الحال قبل ما نستعمل الدقيق. وغادي نخلط الخليط ديالي بالكمية الأولى ديال الدقيق مزيان حتى ما يبقاوش ليا التكتلات. ومن بعد غادي نزيد الكمية الثانية. دائما مع التحريك انا هنايا استعملت غير الضرب اليدوي باش ما ينزلش ليا الخليط ديالي. غادي نحرك دائما من الفوق لتحت من الفوق لتحت باش ما ينزلش ليا الخليط. هاد الكيكه راه كتجي بنينه وانا كنأكد لي كننصحكم دائما الكيكه ديال الشكلاط دائما زيدوا فيها معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، راه كتعطيها واحد المذاق رائع. القهوه مع الشكلاط كيجي واحد المذاق عجيب. هنا زدت الكمية الثانية. غادي نخلط مزيان ومن بعد غادي نوجد المول ديالي باش ندير فيه الكيك. المول دهنتو بشويه د الزيت ورشيتو بشويه ديال الدقيق. غادي ندير فيه القوام ديالي كيف كتشوفوا هنايا. راه هاد الكيك راه كتجي بحال الكيك اللي كيتخدموا بالشكلاط مذوب اللي كنديروا فيهم الشكلاط مذوب في العجينه. كتجي معلكه. والسر هو داك الطحين اللي كنطحنو مزيان سنيده مع البيض، ما كيبقاش دوك الحبيبات ديال السنيده. كتجي الكيك ديالنا مع غادي ندخلها الفران اللي مسخن من غنشعلو غير من التحت على درجة حرارة 180 حتى طيب ليا الكيك ديالي. وعاد نشعل عليه من الفوق باش ينشف ليا شوية من الفوق. وبالنسبة للناس اللي أول مرة كيشوفوا القناة ديالي كنتمنى أنكم تضغطوا على زر الاشتراك باش تشجعوني مع تفعيل الجرس. وغادي نشوفوا مقادير ديال الصلصة اللي غنسقيو بها الكيك ديالنا. غنحتاجو كاس ديال الحليب، 4 المعالق ديال سكر سنيدة، معلقة ديال بودرة باتيسير أولا النشا، ساشي ديال الكاكاو، وساشي ديال الفاني، وفي الاخير معلقه القهوه سريعه الذوبان. غادي نخلط الخليط مزيان ونديرو على فوق العافيه مهيله دائما مع التحريك حتى يعقد ليا ويولي ليا على شكل كريمي. الصلصه ديالي عقدات. غادي نزيد فيها 6 القطع ديال الشكلاط وهي سخونه. غادي نحرك مزيان حتى يذوب ليا الشكلاط ونخليها على جنب على ما يطيب ليا الكيك ديالي. الكيك ديالي طاب تقريبا خدا ليا 30 دقيقة باش وجد. هاد الكيك راه ناجح 100%. حتى المبتدئات ضروري كيجي طالع وضروري كيجي مشقق. حتى واخا تكونوا اول مره غديروا الكيك.
غادي نحاول نثقب الوجه ديال الكيك ديالي بواحد عود ولا باش المهم بفرشات ولا عود ولا غادي نثقبو مزيان، ومن بعد غادي نسقيه بهاديك لاصوص كيف كتشوفوها القوام ديالها الأخير، غادي نسقيه بهاديك لاصوص كامل من الفوق. وكيف كنقول لكم دائما التزيين كيبقى اختياري، نتي وابداعك ونتي وشنو توفر عندك. انا ما كنكلفش راسي في التزيين، داكشي اللي عندي كنزين به. غادي نسقي الوجه ديالها كامل بهذاك كريم شوكولاته، وغادي نزينها شويه من الفوق بحبوب الشوكولاته. الكيك راه كتجي رائعه، وديك لاصوص كتعطيها مذاق رائع رائع، وحتى القهوه كتعطيها واحد المذاق عجيب. هنا غادي نزينها بحبيبات الشوكولاته من بعد ما دهنت الوجه ديالها كامل. راه كتجي شكلا ومذاقا كتجي رائعه، انا وليداتي كيحماقوا. وهذا هو القوام النهائي ديال الكيك ديالي. راه كتجي شكلا ومذاقا كتجي رائعه، كتجي غارقه في شكلاط ديك لاصوص، راه كيجي فيها واحد المذاق عجيب. غير جربوها ما غتندموش عليها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا الفيديو ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي ومع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش ايضا الضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. شكرا لكم على المتابعة، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.